السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة وجايبين ايجيبشن شارك محترم، ويعني تبقوا ربنا بدعوا لي كده ربنا يعدي الحلقة على خير، عشان الراجل ده صاحبي وصديقي ومعايا من زمان قوي يعني. فإن شاء الله النهاردة احنا هنتكلم على محاور أنا متوقع إنها تكون محاور مفيدة لكل الناس. هنتكلم على محور زي الفاميلي بيزنس، ومحور زي الريتيل، وفي محور زي حالة الهلع اللي عند الناس بسبب ارتفاع الأسعار في الشراء، وهل الناس بتشتري، وهل السوق فيه ركود. فاحنا جايبين واحد شبهنا من أبناء الطبقة المتوسطة العظيمة، البروف الكبير قوي الدكتور عمرو الجزاوي. منور يا بروف. الله يخليك يا عمرو، ازيك عامل ايه؟ يعني النهارده ان شاء الله هنحاول انا وانت كده نعدي الحلقه على خير. مستغرب ان انا جاي هنا اصلا صراحه يعني. والناس كلها ما تعرفش ان احنا اصحاب. لا احنا اخوات انا وعمرو من زمان. طبعا كنا مع بعض في الجامعه. بص يا عمرو، احنا هنخش على طول في المفيد. يلا. المفيد بيقول ايه؟ مم. الناس في الغلو اللي احنا فيه ده بيشتروا ولا في حالة كساد؟ انت قصدك انهي غلو؟ الغلو اللي ارتفاع الدولار؟ هو بيحصل طبعا مع اي ارتفاع للعمله، سواء بقى دولار او ريال او يورو، كله بيطلع. فالناس طبعا بيبقى فيه شراء نتيجه ايه؟ ان هو عايز يلحق يشتري قبل ما السلعه ثمنها يزيد. يعني النهارده ثمنها 1000، ممكن 1100، بعد 1200، بعد 1300، حسب سعر الدولار ما بيزيد. فطبعا احنا عندنا مشكله ان سعر الدولار ممكن يتضاعف. يعني حصل في 2016 احنا اشتغلنا مثلا 10 ايام ما كنتش لاحق اصلي، فاهمني؟ وبعد كده ركود تام بقى، بيحصل فرمله في السوق. بيحصل بقى اللي انت عارف، اللي هو بيقول لك كلت وز طلعته مش عارف ايه. نفس القصه كده، اللي هو انت بيحصل ركود تام، مفيش بيع، مفيش حاجه. وبعد كده بيحصل تاني بقى طول العجله تاني، حسب بقى انت عندك عيد عندك عيد كبير، عيد صغير، رمضان داخل، فالنتاين، مش عارف ايه، كل بقى الحاجات دي بتظهر ان انت ايه. احنا دلوقتي عندنا يعني حاجتين حصلوا في اخر 5 سنين، الكورونا والتعويم، او ارتفاع الاسعار وتغيير هل الحاجات دي غيرت في سلوك الناس في عمليه البيع والشراء وخلت حاله عندهم استرشاد، ولا الناس برضو ستيل بتشتري الحاجات دي؟ بص اقول لك على حاجه، احنا خلينا نفصل بين الكورونا وبين التعويم او الانفليشن او زياده الاسعار. خلينا نفصل بين الاثنين. الكورونا دي كانت حاله عامه، حاله هلع جت للناس. هو بيحس ان هو محبوس في بيته من وقت مثلا من الساعه 5 لغايه الساعه، لما كان عندها الحظر من الساعه 5 لغايه تاني يوم مثلا الساعه 6 الصبح او 7 الصبح. فهو بيحس بالحبسه دي، فاتجه سلوكه ان هو يعمل ايه؟ ينزل يشتري اي حاجه ليها علاقه بالانترتينمنت اللي هيعمله جوه البيت في الوقت ده. تمام. وبقى ايه؟ ابتدى يشتغل على ايه؟ حتى في الدعايه، مكان فشار، مكان غزل بنات، مكان من القهوه، فاهم؟ لان هو مش عايز يروح يشرب قهوه من بره. الكاتلز مثلا، الحاجات اللي جوه البيت، سمول ابلاينسز اللي انت بتستخدمها، تي في يشتغل كويس جدا، الريسيفرز، فاهم؟ لان هو قاعد في وقت طويل عايز يسليه. ايه اللي طلع في الوقت ده؟ هتلاقي امازون طلعت بشكل كبير جدا لان الناس ابتدت تطلب اونلاين. هتلاقي ان نتفليكس عملت الثروه بتاعته اصلا في الكورونا. علي بابا اشتغل في الوقت ده. الاونلاين ابتدى هو اللي ينور، لان ابتدت الناس ايه؟ مش عايز انزل عشان ما تأذيش، فهطلب طلباتي عن طريق طلبات، او عن طريق الابلكيشنز اللي موجوده على السوشيال ميديا او على الستورز يعني. فابتدى الناس ان هي خلاص انا مش عايز اتعامل مع حد، مش عايز اتعامل مع بشر. فده سلوك كويس. ده ايه؟ بعد ما الكورونا بقى خرجت هل استمر الاونلاين؟ طبعا زاد. لا احنا نسبه بص، احنا الكورونا يعني اونلاين، تمام؟ هي ملهاش مسمى ده من وجهه نظري. كورونا حصل فيها ان احنا كنا بنشتغل مثلا من بزنس الاونلاين اختلف يعتبر، زاد بنسبه كبيره، وزاد ان انت بالنسبه لمصر وبالنسبه للاقاليم. بص حضرتك، انت دلوقتي كورونا يعني ايه؟ يعني انت ما تنزلش تتعامل مع بشر، صح؟ دي كورونا معناها كده، ان انت لما تنزل تعدي مش عارف ايه. كويس. فهي الفكره في ايه؟ هو دلوقتي بيتعامل مع حاجه، يطلب الاوردر، والاوردر يروح له على البيت. وده كان اول فكره جات لنا في الغزاوي. هنبتدي نشتغل فري ديليفري للعميل، ان هو يطلب اي حاجه وتروح له على البيت. دي كانت بدايه انطلاقه ايه؟ الاونلاين. فكره الاونلاين اصلا عندنا حتى احنا في الغزاوي. طيب نعم. طب انك عمال تتكلم عن الغزاوي، ما تحكي لنا بقى الغزاوي ده بدا من امتى؟ اوكي. بص، هو الغزاوي قبل 1950 بسنتين ثلاثه، احنا ما كناش عارفين التاريخ، فعملنا الدعايه على 1950 عشان تعلق مع الناس، عشان نقدر نحسبها. تمام. انا جدي ده حقيقي فعلا. انا جدي الله يرحمه لما لقى ان احنا 1950 هزقني، لان هو قال لي يعني انت ازاي بتعمل 1950 واحنا كنا قبل كده؟ تمام ان شاء الله. تمام. ابتدى ساعتها مكتبه اسمها 1000 صنف وصنف. اسمها ايه؟ 1000 صنف وصنف ان شاء الله. تمام. جدي الله يرحمه كان بيشتغل
احكي لك القصه بقى يعني. طيب جدي الله يرحمه كان بيشتغل في مكتبه لسه موجوده لغايه دلوقتي في شارع المكاتب، مش عايز اقول اسمها عشان ما ايوه. الناس ما تربطش بحاجه بحاجه. وجه في وقت قال انا عايز اشتغل لوحدي زي عبد الغفور البرعي كده، تمام. فراح قال لصاحب المحل انا عايز انزل الموسكي اجيب بضاعه اشتغل بيها. فقال له ماشي. قال له طب ينفع تكلم لي الناس اللي انت شغال معاهم عشان يعني يدوني بضاعه بالاجل ومش عارف ايه، وابتدي يعني العجله تمشي. فقال له ماشي. المهم الراجل خد بعضه ونزل الموسكي يجيب بضاعه. فاللذيذ بقى في الحوار ان نشوف بقى ربنا لما يرتبها من عنده يعني. هو كلمهم قال لهم يا جماعه في واحد اسمه حسن الغزاوي هيجي ياخد بضاعه من عندكم، ما تدولوش بضاعه علشان يعني هو انا بحبه، عايز يشتغل معايا، عايز يكمل شغل معايا، ايوه. تمام. فهم لما جه فقال لهم انا حسن الغزاوي عايز بضاعه، عايز اجيب بضاعه عشان الحاج فلان مكلمكم. قام جاي قالوا له ده هو كلمنا قال لنا ما تدوش بضاعه واحنا ما بنمنعش رزق حد، خد البضاعه اللي انت عايزها وامشي. انت فاهم؟ فابتدت بقى الدايره من هنا. فابتدى فتح محل ومحل صغير، وابتدى بقى ربنا يكرم وابتدى بتاع، وبعدين يعني ابتدى يقفل مكتبه ولعب اطفال صغيره كده. وبعد كده ابتدى بقى ايه لما دخل الجيل التاني ابتدوا بقى يشتغلوا في الاجهزه الكهربائيه والموبايل، وابتدى بقى الدنيا تتوسع مع زي ما هي الجنريشن مع الجنريشن كل ما بيزيد. يعني ويعني يعتبر احنا بقالكم كام سنه؟ 74. انتوا مش موجودين غير في الشرقيه بس؟ 74 دلوقتي اونلاين، في اونلاين الغزاوي دوت كوم ده الحمد لله شحننا لغايه اسوان، وده كان حاجه غريبه يعني. بجد والله. بجد يعني اشتغلنا الحمد لله اسكندريه، طبعا القاهره، الصعيد، باسيوط، بسوهاج، بالمنيا، باسوان جالنا اوردرين 3 يعني. وده انجاز في بدايه البيزنس، لان احنا هو الويب سايت ده الاونلاين بقاله كام سنه؟ بعد كورونا 2020 بس جالنا يعني دروبس كتير، لان انا ما كنتش عارف النو هاو. انت عارف البيزنس اهم حاجه تعرفها ايه؟ النو هاو. عرفت النو هاو هتجري بس. فانا على بال ما عرفت النو هاو كانت خدت مني كتير قوي. مش طبيعي. فابتدينا بقى الحمد لله ان احنا ده حاجة. ارقامنا بتتطور. الحمد لله انا لما بقعد مع ناس ليها علاقه بالاونلاين في مصر، يعني ناس تقيله او مع ناس محترمه يعني، يقول لي انت كويس. فدي حاجه بتفرحني، لان في الاخر احنا بنحاول نضيف على قد ما نقدر. ودي يعني ان شاء الله تبقى حاجه، انا شايف ان ده المستقبل. شايف ان في ناس كتيره جدا ما عملتش اللي احنا عملناه يعني في البيزنس بتاعنا، ان هو تاجر. احنا مش بيزنس امازون طالع اصلا اونلاين، نون طالع اصلا اونلاين صح. أيوة. جوميا طالع اصلا اونلاين. في محلات تانية زي مش عارف اقول اسمها ولا ما قلتش، لا براحتك عادي. كايرو سيلز هو اول من ابتدع الشغلانه في مصر. طيب. تمام. هو اول من عمل ويب احنا سايت. عايزين نعرف برضه فعلا مين تمام. اللي اخترع الشغلانه. كايرو سيلز اول من عمل اونلاين في مصر، وهو اللي قال لي الكلمه دي. احنا كنا مسافرين اخر مره، اخر سفريه سافرتها بره مصر يعني. فكان هو قاعد، فلقيته جه قاعد جنبي كده في القطر بيقول لي انت مين بقى؟ فقلت له انا الغزال. قال لي انا بشوف الموقع بتاعكم. قلت له ده شرف، حاجه كبيره ان انت ابونا في الشغلانه يعني. فقال لي انا مبسوط منكم لانكم بتطوروا من نفسكم. كذا تاجر قبل كده عمل نفس الخطوات ومشي وقع. كملش. ما كملش، لان هو انت بتنفست في حاجه غير مرئيه. انت بتتعامل مع عالم مش ملموس. مفيش زبون جالك، مفيش حد كلمك، مفيش حد يعني في حاجه، في اوردر جه راح يوصله فاتضحك عليه، سرقنا واتبهدلنا والحاجات ضاعت والحاجه اتكسرت في الشحن وحاجه ويست كتير وزبون تروح تكلمه يقول لك ايه لا انا مش عايز، ما طلبتش من ايه وانت تعمل محاولات تفشل فيها. ما هو وبعدين ما انا هزهق هطلع. الاوت بتاعها اصعب من الدخول. خلاص انت بتتعلم كل يوم. دلوقتي الحمد لله انا عندي مكتب مخصص للاونلاين بس، بموظفينه بشحنه بمرتجعاته بكل قرفه. هو واحد له علاقه بالمرتجعات، واحد بينزل يجيب بضاعه من المحلات، واحد بيخلف. وتعاملنا الحمد لله مع اكتر من شركه شحن، حوالي 3 او 4 شركات شحن، وغير الشركه بتاعتنا يعني احنا عندنا شحن داخلي بتاعنا. فده كله بيساعدني ان انا لا لازم هنتطور. طيب احنا لو بنتكلم في نقطه ايه، ان ازاي الغزاوي انا شايفك يعني نطيت معايا نقطه كنت هسالها لك اصلا، الاي ماركتنج والديجيتال ماركتنج انت اللي كريته جوه الغزاوي. بص وتحملت يعني مشاكله وتحدياته ومعوقاته، واكيد برضو سمعت كلام ده مش مجدي وانت عمال تشقى في الفاضي، وانت بتقول ان هو غير ملموس صح؟ والناس بطبيعتها بالذات الاجيال اللي ما حضرتش الفكره ولا الطفره دي، ان هو شايف ان هو مش مهم صح ولا لا؟ طيب انا بقى عايز ايد وجهه نظرك في حاجه.
ان الاجيال اللي جايه كلها بعد 10 20 سنه هي ممكن ما تشتريش اصلا غير ايمر، يعني ما تشتريش من اونلاين. صح ولا انا بتكلم غلط؟ انا هتكلم بقى، اه سيبني بقى. اه انت خد سيبني. بس انا هقول لك على حاجه. اولا انت خلينا نبتدي من تحت خالص، تمام؟ ماشي. انت بتتعامل، انت الفاميلي بيزنس في مصر، ممكن نبتدي بقى نخش في الحته دي ولا خش براحتك. نخش براحتنا؟ طيب الفاميلي بيزنس في مصر، وعم محمد اللي انت بتتكلم عليه على طول، الراجل اللي انت الحاج محمد ده، الحاج محمد ده صديقي الصدوق، لان في الاخر انا اتعاملت مع الحاج محمد في شغلي، كويس؟ احنا عشان تعمل فاميلي، عشان تخش في فاميلي بيزنس لازم تخش بطريقه زي الفيلم اللي هو بتاع انديل ام هاشم، اللي هو تخش له بدماغه هو. هو شايف في الاخر ان هو بيجيب البضاعه دي بجنيه، بيبيعها بجنيه وشيلن، تمام؟ وخلاص، نقطه من اول السطر، كويس؟ ما فيش بقى حوارات. طيب تاجر تاجر، حط مارجن اه بروفيت. انت اللي اتعلمناه، صح؟ مش احنا ايوه اتعلمنا الكلام ده، ان انت ممكن تجيب بجنيه تبيع ب 90 قرش وهتكسب، صحيح. كويس؟ هو مش شايف دي، ما يعرفش دي. هو اللي يعرفه انا جبت دي بجنيه بعتها بجنيه وباريس، خلاص شكرا. ما فيش جو بقى ايه اصل ده وانا بخسر له وهجيبه وهكسب منه ومش عارف ايه وكده. فالحاج محمد لازم يشوف حاجه ملموسه. انت دلوقتي عشان تتكلم في الاونلاين، تمام؟ انت قلت نقطه صح. كمان انت بتتكلم في مارجن كبير جدا، 10 سنين ده كتير جدا. انا بتكلم في 5 سنين. انت في ناس تقول 3 سنين كمان. طيب في خلال 5 سنين، يعني قول 5 سنين، احنا بنتكلم في الاستراتيجيك اللي انت عارف، انت دارس معايا الموضوع. طيب الاستراتيجيك مانجمنت بتتكلم في من 3 ل 5 سنين دلوقتي، عشان ودلوقتي انا اي ثينك يعني لان احنا اكسبايرد خلاص، بس هو صحيح. النسبه بتاعتها بتقل. ليه؟ لان التغير بقى اسرع مننا بكتير، كويس؟ تطور. انت دلوقتي دي ارقام حقيقيه. الاونلاين ماركتنج قد ايه من حجم السوق المصري؟ تقريبا 10% ويزيد، كويس؟ مع دخول امازون. طيب ال 10% دي معناها ايه؟ ان انت مثلا لو شغال ب 200 مليار جنيه، ده انت بتتكلم في كام؟ 20. طيب ده رقم عامل ازاي؟ ده في مجال الاجهزه مجال مش صغير، ايوه وده رقم ممكن يكون صغير يعني بالنسبه لمجال الاجهزه. طيب انت بتتكلم في رقم كبير جدا. الرقم ده كان بيروح فين؟ كان بيروح للتاجر. ودلوقتي دخل لك ايه كمان؟ الهايبر ماركتس، ايوه. تشينز، زي اقول عادي رايا، قول زي عادي قول. طيب زي رايا، زي بيتك، زي بقى دخل دلوقتي مثلا فتح الله، اسواق الجمله ماركت ابتدى ينتشر، هايبر. وهايبر وان وكارفور وسبينس، تمام؟ ابتدت الناس دي اشوفها. يعني انا الاول لما كنت بسافر ما كنتش بشوف الناس دي، دلوقتي بشوفهم بيطلعوا معايا. مين دول؟ فانا ما اعرفهمش، مش تجار، لا دول والتشينز دي هي اللي مش هيكمل بالشكل ده هيموت. وات ايفر بقى هو بيشتغل في ايه، وات ايفر بقى ان هو شغال بقى له قد ايه والتراست قد ايه وكل الكلام ده على دماغي. يعني الايدج اوف العميل اورجانيزيشن بالنسبه لك مش ايدج اوف اورجانيزيشن، هو دلوقتي في الاخر هو عايز بيتعامل مع تشين. انت دلوقتي عشان تنافس مثلا، انت دلوقتي بتتكلم مثلا كارفور عنده كام فرع؟ فلما بيروح يتكلم ان هو عايز يشتري مثلا شاشه، هيشتري كام شاشه؟ تمام؟ هيضرب رقمك في 100، صح؟ صح. هو بيخش له كام زبون وعايز يبيع في كام فرع؟ طب بلاش بقى بيتك، هيعمل ايه؟ كام فرع؟ 100 وشويه فرع، 160 فرع تقريبا، حاجه زي كده على مستوى الجمهورية. ها، هتنافسه ازاي؟ فاهم؟ انت كتاجر انت بتاخد مثلا 100، هو بياخد 10000، كويس؟ هتنافسه ازاي؟ على الشورت تيرم هم محافظين على التجار لان في رجل عند التاجر، لكن على اللونج تيرم هيعمل ايه؟ لكن مش عايز تاجر خالص، انا هشتغل مع بيتك اصلا يخش يشتري الشركه يعني يعمل اكوزيشن للشركه اصلا، فاهم؟ فانت اللي جاي لو انت ما قدرتش تبص عليه من دلوقتي هتموت قدام. طب تعال نتكلم بقى في حاجه ثانيه. ال ابل فيجن برو، شفتها؟ النضاره بتاعت ابل الجديده، ده المستقبل اللي جاي بتاع الموبايل، خلاص تمام. احنا زمان كنا بنشوف الموبايل ده عينه اختراع، صح؟ دلوقتي بقى الناس كلها اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب بقى ماسك تليفون. طيب اللي جاي ان الناس كلها هتمشي بنضاره، واللي جاي ان هو يلبس النضاره وهيقعد يختار الثلاجه وهيفتح باب الثلاجه ويشوف الرف ويعمل مش عارف ايه ويقلبها ويشوفها من تحت ويشوفها من فوق ومش عارف ايه وبتاع ويعمل كده. اشترى الثلاجه، بقت جات له على البيت، خلاص. عايز تقنعني بقى ان واحد انت قاعد في البيت اهو ولابس النضاره واشتريت الثلاجه وشفتها وفتحتها وعينتها ومش عارف ايه وشفتها من جوه يعني، وقريب كمان هتبقى بتشم ريحتها وبتحس لو حد ضربك ومش عارف ايه لو الميتافيرس لما ينزل. طيب انت عايز تقنعني ان في حد من الجيل اللي لسه طالع هيجي يعني ينزل ويروح ما يلاقيش ركنه
وينزل ويشوف مش عارف ايه، ويلاقي بياع بيتنك عليه وريحه المحل مش حلوه، واحد واقف له بشبشب ومش عارف ايه وبيفتح له الثلاجه وقرفان منه، يروح يستلم المخزن ومش عارف ايه، وواحد يجي له عايز تقنعني ان ده هيحصل، ولا هو قاعد في البيت هيلبس بتاعه؟ شكرا. فانت لازم تعرف اللي جاي، اللي جاي هي التكنولوجي دي، شئنا ما بينها. هو خلاص هو اللونشنج بتاعها ده بدايه حاجه زي اللونشنج بتاع ستيف جوبز لما عمل الايفون. اول ايفون عمل بالظبط، خد نفس السيناريو بتاع ستيف جوبز ده حطه، خلاص هو هيطلع. ده اللي هيبقى اللي جاي، ان الناس بدل ما هي ماشيه في الشارع عادي كده. وده لو انت بتتفرج على الانستجرام هتلاقي صوره او فيديو لواحد سايق، يعني هو راكب عربيه تسلا ولابس النضاره بتاعت ابل وماشي في الشارع بيشتغل، والعربيه سايقه لوحدها وهو قاعد بيخلص شغل. يعني انت عايز تقول ان حجم التكنولوجي والتطور هيجبرك غصبا عنك في تغيير سلوك الناس ان هم يتعاملوا بالطريقة اللي انت بتحاول دلوقتي تغرزها. انت لازم تكون شايف الدنيا بعد كده. انت بتتكلم في الاونلاين ان واحد يشتري من على اللابتوب، ده كده النهارده بعد الابل فيجن برو انت ده اختراع قديم كويس، لان انت لازم تكون شايف اللي جاي لو انت مش شايفه من دلوقتي يبقى انت واحد قاعد بتهزر. انت طيب انا مش بقى اقول لك حاجة، انت بتحب النموذج بتاع دكانة الحاج محمد صح؟ او آم، شايفه ان هو نموذج ناجح. هل اوكي النموذج بتاع دكانة الحاج محمد بيبص بالمنظور اللي بتحكي عليه ده؟ على ماشي. فكره انا ما عنديش مشكله مع الحاج محمد. اصل انا عارف ان لو انت ده خلاف بيني وبينك، بس انا عايز افهمك ايه انا بتكلم عليه اداريا. وان هو فكره ان في تكنيك ممكن تستخدمها توفر عليك وتخليك تنط السنين اللي قدام. لان انا خايف على الكيانات دي انها تختفي. ماشي. يعني من احد رسائل اصلا مظله هو زياده الوعي عند بيزنس الطبقه المتوسطه. فاحنا جايبين نموذج من الطبقه المتوسطه زيك بيحكي عن واتس نيكست ستيب. هو ده دور السي او، ده اللي احنا فهمناه واللي احنا اتعلمناه او بنتعلمه او بنعلمه. ان انت تبقى عارف الخطوه الجايه. طب هل كل نماذج دكاكين الحاج محمد اللي موجوده في كل حته في المجال بتاع الريتيل بكل انواعه، وبما بنتكلم عليك كادوات منزليه او غيره، هل هم مدركين ده؟ يعني انت نفسك وانت بتغرز الكونسبت ده جوه الفاميلي كان واخد ريزيستنس ولا واخد اكسبت؟ طيب بص، صلى على النبي. بس يا عم، انا مش معترض مع الحاج محمد، لا موافق عليه ولا متضايق منه كويس. بس الحاج محمد ده بيعمل ايه؟ شاف ايه في حياته؟ عمل ايه؟ حتى لو سافر بره وحتى لو اتنطط حتى لو عمل يعني انا بتكلم في حته ايه، ان هو بيستمد قوته من ايه؟ من مبيعاته؟ لا من اسمه؟ لا، يعني من الراجل اللي بيجي يصبح عليه الصبح، من الراجل اللي بيجي يحط له كوبايه الشاي، من ان هو يروح لمراته بالليل يقول لها انا تعبان النهارده، اه جالي الضرايب عملت مش عارف ايه، جالي مش عارف ايه، واد سرق كيس شيبسي طلعت جبته من نص الشارع. دي بيستمد قوته من كده. لا فرق معاه فلوس ولا هو فرق اخر، هو بيدور كم حاجه. يعني مين هو الحاج محمد؟ يعني انا الفكره ان احنا عايزين نعرف مين هو الحاج محمد وهو بيعمل ايه. هو ما يقدرش، انت قاعد الحاج محمد ده في مكتب وقول له ادي السيستم وبص وكاميرات وبتاع والمصحف ما هيكمل يومين، طب هو لو ما وهيقوم ينزل صح المحل. بعدين هيحصل ايه؟ هينزل محل خلاص. هو انت بقى يا معلم عايز تعمل ده اعمله بعيد عني كويس، هات لي اداره. هو لكن بيمنع ده يحصل. لا، هو مش هيمنع ده لو هو شاف نتيجه. لكن قصه ان هو انت تقول له انت عايز الحاج محمد يطلع يقعد في مكتب ويبقى مشغل التكييف يعني انا قلتش كده. وقاعد، يا سيدي انا مش بقول عليك انت، انا بكلمك لا على وجهة نظر انا مش اصلا اللي بخترع الفكره. فانا اوكي. بتكلم في ايه؟ ان النموذج ده بيتعب الواحد وهو بيشتغل عليه حتى في التشينج مانجمنت. ان هو بيقعد يقول له لا 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 اصل انا عملتها قبل كده ما نفعتش، انا حاولت وما نجحتش، عملناها وخدوا طيب مننا فلوس بص، وصرفوا انا هقول وضيعوا لك فلوسنا. هقول لك انا بس بوضح لك وجهة نظري في ايه. ان الطبيعي يعني ان اي فكره جديده لاي حد هو ما عملهاش قبل كده هو بيبقى عنده مشكله. الانسان عدو ما يجهل، ده شيء طبيعي. لكن انا resistance to change، انا وده خدناه درسناه عشان صح. كده طيب انا بقول لك ايه، انت بقى وانت بتغرز الفكره دي اكيد واجهت طب مشاكل. مش، ما انا هقول لك على حاجه. انا اول ما دخلت اصلا الغزاوي ما كانش في سيستم، ما كانش في حاجه اسمها كمبيوتر اصلا، كان بقاله يعني بس الحاج محمد كويس. ايوه طيب جبت عشان كده انت شركه. زعلان. لا انا مش زعلان خالص. انا هقول لك على حاجة. اول ما دخلت في الغزاوي كان الدنيا ماشيه كده حلو. ناس امينه، محمد او عمرو جايب لي واحد اسمه محمد ده ماسك المخزن تمام، وانا واثق في محمد ان هو مش هيعمل. طب هو مشكله محمد ان هو مش بيسرق، مشكله محمد ان هو في سنه اهمال، فاهم؟ في بضاعه مركونه ورا مش شايفها، في حاجات راس المال بيلف منه 10% 20% 50%، وال 50 التانيه مركونه كويس. ايه اللي بيعمله السيستم؟ ان هو بيشيل لك بقى كل الكلام ده، بيحط لك كل حاجه في مكانها الصح. طيب انا كان عندي واحد مش عارف يمسك الماوس، يعني ابسط حاجه في الدنيا اهو، يعني ما بقولش استخدم سيستم لسه، بقول له امسك الماوس مش عارف يمسك الماوس.
انت بقى بتعمل ايه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، اه ازاي تتطور انت، ما يعني. انت بقى لازم تعمل ايه؟ تبين اللي انت عايزه ده في سكيل صغير وتكبر بيه. مم. هتيجي بقى تخش ايه، بقول لكم ايه انا جاي اغير الشركه، الله يلا مش تروح بيكم. فاهم؟ انت ما كنتش بتبتدي في سكيل يعني. كان عمي الله يمسيه بالخير كان يقعد يقول لك ايه، ما حدش هياكلك بالمعلقه في بقك. يعني ايه مش فاهم يا عم؟ مش عايز اكل، ما حدش هياكلك بالمعلقه في بقك، انزل واشتغل. فاهم؟ بس هو ملوش دعوه يا معلم، انت عايز شيء بعيد عني، عايز تعمل سيستم بعيد عني، ما سيبني انا في الدوشه اللي انا فيها، وانا عايز ابيع وعايز اشتري وعايز مش متخيل ان هو ده كل حاجه، لان هو فعلا كده يعني. هو بالنسبه له كده يعني. انا ابويا وعمي هو حلو بالنسبه له الحل. هو عايز يقعد في المحل وعايز يتعامل مع عميل وعايز عميل وانا يخش عارف. يتخانق معاه وعايز يعمل كده. قعدوا في مكتب هيموت مش هيقدر. هو لو قعد في مكتب 10 دقايق طالع يقابل حد ونازل. ما عندوش الكونسبت ده، هو عايز كده، هو بيحب كده، يحب عميل يخش يقول له انا يفاصل معاه ويعمل مش عارف ايه ويشوف دي حصل فيها ايه ودي مش عارف، يسحل نفسه في كذا حوار يحس يروح ان هو عمل النهارده كده. طب انت بقى تعالى اقول له مثلا ايه، طب تعالى بص على مكتب يعني ممكن يكون مش عارف اصلا انا اخدت مكتب في الاونلاين كويس، ما يعرف ممكن ما يعرفش احنا بنتعامل مع شركه ايه في الشرق. فاهمني؟ لان احنا اتمرمطنا عشان جبنا وفي الاخر اتعاملنا مع شركات مالتي ناشونال يعني. جبنا فيدكس في الاخر، هي دي اللي شغاله معانا، فيدكس بتاعت ايوه. كاستاوي، عارف فيلم كاستاوي بتاع توم هانكس. طيب يعني الفاميلي بيزنس عشان يتطور لازم تعمل نموذج صغير وتكبر انت بيه، لكن غير كده هتواجه مشاكل كتير بينك وبين. لازم تبين نتيجه يعني. هو لو شاف حته ثمره قد كذا كده هيقول لك ايه، كبرها لي كبرها لي كبرها لي، بس كبرها بعيد عني. عشان ما يشيلش ما يجيش همها. بقى انت تقعد تقول له ايه، انا عايزك تلبس بدله وكرافته وانت واقف في المحل، مش هيلبس لك. هو راجل بقاله 20 سنه 25 30 سنه بيعمل نفس الشغلانه بنفس الحاجه ونجح، ومن محل صغير بقى 10 محلات. انت بقى جاي انت بقى النهارده دارس لي سنتين في بره وعامل لي فيها بتاع وجاي تتعدل على، لا يا عم فكك مني ابعد عني يعني. عايز تغير غير السيستم هنا، عايز تمشي اعمل الكلام ده. بعد كده هو اللي يقول لك بص لي في السيستم ده شوف حصل فيه ايه. تمام؟ هو كده. طب انا هقول لك على حاجه مش عارف بقى هتحطوها فين في الحلقه. تمام؟ احنا لما عملنا الحضانه اصحابنا كانوا بيقولوا علينا ايه، يا ابني انت رايح تعمل ايه فاهم، وعيال وانت مش عارف فاكر نفسك ماما لما فتحنا الحضانه عيالهم جم عندنا صح. صحيح. طيب ما هو ده اللي بيحصل في كل الدنيا، مش بيحصل في مجال بيزنس بس. تعمل نموذج ناجح هيجبر اه الناس. اعمل نموذج ناجح هتلاقي الناس جايه تشتري منك وجايه تعمل وجايه يعني. انت اول حد عمل اي حاجه هتلاقي الناس كلها قالت له انت عبيط ولا انت ايه اللي انت بتعمله ده. فاهم؟ بعد كده ابتدت الناس تتفاعل معاه. طيب نتنقل لنقطة تانية، نقطة الكيانات الكبيرة. ملح. زي في الغزاوي من 1950، مش هنقيس مثلا انت قلت في براندات كتير، اول كبير الشغلانه اسمه ايه اللي انت ذكرته؟ بس كايرو سيلز ما يعني ما عندوش يعني هو عنده محلات وهو نموذج لطيف لان هو بيبيع اونلاين بشكل قوي جدا. هو اول من اخترع او اول انا اي ثينك يعني اول ما ندخل مصر حاجه اسمها اونلاين ماركتنج. طيب انا اللي اقصده ايه، عمرو بقى ايه يعتبر لامس نموذج دكانة الحاج محمد اكيد الغزاوي اول ما تأسست، وبعد كده اتطورت معاه. وطبعا احنا مش بنقول ان عمرو بس اللي عمل كده، اكيد في تيم كامل في العيله عمل كده وبذل مجهود عليها، وبدات الشركه بيحصل لها تشينج مانجمنت. بس انت قلت في اول حلقه ان في كميه منافسين وكيانات كبيره تعمل اكوزيشن وتستحوذ على الشركه كبيره جدا داخل السوق، اكيد. زي ما انت قلت امازون او هايبر او انا بقى عايز منك وجهه نظرك بنصيحه، ازاي الواحد يتعامل في اي بيزنس، طبعا بما اننا كلام عن ريتيل، يتعامل مع الكيانات دي ازاي؟ هل ييأس ويطلع بره الماركت؟ هل يبقى عارف ان مؤسسته خلاص قدامها 4 5 سنين وتخرج فيعمل شويه سيوله كده ويتراضى وخلاص، ولا سيبها زي ما هي ماشيه وخلاص، ولا في مقاومات معينه هي اللي هتخليك تكمل؟ هو سؤال صعب قوي، انا ما اعرفش يعني. انا مش عارف اجابته بجد. انا اللي اعرفه ان انا بصحى من النوم اشتغل، ماليش دعوه يعني. انت هايبر بجد، انا ما اعرف ايه صح امشي ولا ايه اجابه غلط. طيب انا بكلم بجد والله يا عمرو انا ما اعرفش. انا اللي اعرفه ان انا اللي اتعودت عليه ان انا هصحى اشتغل. بقى هايبر جه فتح تحت المحل بتاعي انا انا ماليش لو قلت دعوه. لك انت جاي بتبص تحت رجليك ومالكش دعوه غير بالدي تو دي ورك. ما انا هقول لك على حاجه، انت دلوقتي لو قعدت تفكر امازون دي ما تنفعش تخش تشتري الغزاوي اللي شغالين في الغزاوي ببيتنا اللي احنا قاعدين فيه. هتعرف تخش تعمل كده، هتعرف تشتري الزقازيق دي كلها، مش هتعرف تشتري غزاوه بس يعني. فاهمني؟ فامازون معاها راس مال رهيب. فانا لو قعدت افكر ودي اكتر حاجه بقى خلينا نتكلم فيها براحتي بقى، سيبني بقى براحتي بقى. يا عم انا سامعك براحتك خالص بالظبط. طيب انا مستغرب من ان دي الناس اكتر حاجه انا كلها. ما اتكلمتش فيها على فكره. طيب انا هقول لك حاجه يعني ايه،
امازون. انت منورنا الله يا عمو. حبيب قلبي. يعني الكيانات بتاعت امازون اللي انت قلت ان احنا كل ما الكيانات زي انا قلت لك، احنا انا بصحى من النوم اشتغل، عارف ان في ثريتس جاي عليا، تمام. وانت لازم، انت لما بتعمل سوات اناليسيس انت عارف نعمل ثريتس، نبدا تشوف التهديد اللي جاي لك. احنا كان امازون لما دخل مصر، او كان اول سوق صح، بعد كده عمل ايه؟ جيف بيزوس عمل ايه؟ عمل اكوزيشن عليه واشتراه، واشترى الامارات كمان، هو كان هو السوق ده كان اماراتي، ايوه وعمل اكوزيشن وخده. كويس. دلوقتي انت لما دخلت انت في الاونلاين، طبعا انت يعني لا تمثل 1%، بس انت بقيت 1%. ما تفكرش بقى ان انا ايه، انا 1%، لا انا 1%، غيري صفر. تمام. طب انا لما اوصل 5، غيري لسه هيدور على الواحد. لما يجي بقى يتحول ان هو مش مصدق، ان انت لما تيجي تتكلم مع واحد تقول له ايه، صدقني السوق في مصر هيبقى كله اونلاين، او مثلا 90% اونلاين. طب انت هقول لك على حاجه، في دراسه معموله ان اللي هيكمل كيانات زي سيفورا مثلا، سيفورا بتاع الميك اب، ايوه ليه؟ لانه عنده اكسبيرينس. لكن انت مثلا تيجي تقول لي ايه، انا كنت في امريكا، دخلت وول مارت الساعه كام؟ وول مارت ده زي كارفور، تمام. الساعه كام؟ 5 الصبح. آه، خلصت شغل وطالع، رحت وول مارت اجيب حاجات ومروح. مفيش بني ادم، انا بتعامل مع مكن، مفيش غير واحد بيبص عليك انت بتحاسب ولا لا، وانت متصور كويس. هيجيبوك يعني، لو انت حاولت تضحك على وول مارت هيجيبك، هو واحد واقف بيشوفك دفعت ولا لا. طب انت اقعد قول لي، اتكلم مع السوبر ماركت اللي على اول الشارع على الكشك، قول له هيحصل في العالم كذا 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 كمان 5 سنين، يقول لك يا عم انت اتكل على الله. انت لازم تشوف بره بيفكر ازاي، عشان انت في يوم من الايام انت ما كانش عندك اونلاين، دلوقتي بقى الناس كلها ماسكه الموبايلات. يعني كويس. انت قصدك نقطة ان حجم المرونة بتاعتنا. لازم تبقى فليكسبل مع السوق، ايوه لازم تعرف السوق ده رايح فين وجاي منين وهتعمل ايه. انت النهارده 1%، بكره انت 5، بعده 10، بعده انت عرفت النو هاو، بعده تقدر تخش تزقه في حته، طب هو انا يزقك في حته زي ما بتعمل دلوقتي في السوق العادي يا عم. هسألك سؤال عادي بس. اه انا برضو مش بتكلم على الاي ماركتنج بس، او مش حلو، بتكلم على مش على الاي الاونلاين ماركتنج، بس. اوكي. انا بتكلم على فكرة عمرو كواحد مر بمراحل، زي ما قلنا الحتة المهمة جدا في الايكون بتاعت الفكرة بتاعت الحلقة معاك النهاردة، ان انت نموذج عملت الجروس كيرف، طلعت من اورجانيك لميكانيستيك، طلعت من نموذج انا بسميه دكانة الحاج محمد، ولغاية الى حد ما ميديوم سايز اوكي. في انك انت تبقى متواجد. اللي انا بقوله بقى، اللي ما يعرفش، اللي عايزينه يسمع الحلقة هنا، هو يتعامل مع الناس ازاي، بانهزامية وان هو كده كده خلاص ميت، ولا يتعامل بطريقة لا يا عم انا ويل فايت، وان انا شغال ورزقي عند ربنا مكتوب، واحنا يعني اكيد عندنا الفكرة دي، وانا هشتغل وهو هيشتغل، وانا بشتغل بيجي لي كاستمر بقدم له هو كاستمر سيرفيس، ولما اشتغل اونلاين لازم ابقى عندي الامكانيات، واقول لا ده شويه، هو ده بقى اللي انا بكرهه بقى في الحاجه معاهم، لا يا عم ده فكره اونلاين دي هتقع ايوه والناس دي هتموت، هو والزبون يعرف يشتري الحاجه غير لما يجي ياخد العده كده صح. والثلاجه والغساله ويقف يخبط عليها يقول الله ينور يا حاج عمرو. انت شايف ان التركه دي هي اللي فعلا الفرق؟ هقول لك على حاجه، بص انا شايف ان الزبون ده موجود، ان هو عايز يجي ويروح ويبص على الحاجه ومش عارف ايه، ولو حصل حاجه يعرف يروح المحل يصوت قدام المحل ويرمي له الغساله ويروح ياخد فلوس ويجيب على البوليس. فكره ممكن كنا تمام. يعني انا ممكن اعمل كده، اه تمام. انا واحد من الناس مثلا ممكن انزل اشتري، ما عايز اشتري شوز مثلا، وانزل اشتريها عشان ابص عليها في رجلي ومش عارف ايه، اه وبدل ما انا ابص عليها اونلاين، وممكن اشتريها اونلاين. يعني انا الزبون بتاع الاثنين. صحيح. اللي انا شايفه ان انت خلينا نتنقل نقطه شويه عن اللي هي كنا بنتكلم عليها قبل الحلقه بتاعت ايه، بتاعت الانستجرام والسوشيال ميديا، ازاي بيأثر على عقل الناس او على عقول الناس، مخلي ان الناس كلها تيجي لها حاله من الاحباط. انا عايز ابتدي حياتي، واحد مثلا لسه متخرج من الجامعه، عندي 21 سنه، دخلت كليه تجاره ولا حقوق ولا مش عارف ايه، وعايز ابتدي، فشايف ايلون ماسك دايما بيجي لي في الريلز. انت مالك ومال ايلون ماسك؟ يعني مش ايلون ماسك راجل محترم وراجل نجح وراجل ابتدى من الصفر وكان هيفلس، ولولا انه خد ريسك في اخر خطوات ابتدى يبقى معاه فلوس وابتدى يعمل تسلا وابتدى يفكر اوت اوف ذا بوكس ومش عارف، راجل ناجح وزي العسل، مالناش دعوه بيه. تمام. خليك في عمرك خليك في نفسك. تمام. بس ماليش دعوه ده بيروح وده بيعمل، تقعد مع واحد يقول لك ايه، انت عارف هو اشترى مش يا عم مش يشتري، يعني هو انا فلوسي انا مالي، انا يشتري ولا بص انا يشتري. دايما عندي اه جمله ان الناس نوعين، ناس ناس تتكلم عنهم، وناس بتشتغل عشان الناس تتكلم عنهم. اي. يعني اما انت تقعد تتكلم عن الناس، يا اما انت تعمل حاجه تخلي الناس بص تتكلم عنها. هو انا بحب، يعني انا واحد من الناس بحب اقرا الناس دي. يعني انا كتاب ايلون اه ماسك اتعلم انا طبعا. عندي على المكتب، لو جيت عندي المكتب هتلاقي كتاب ايلون ماسك، ده من الكتب اللي انا بقعد اقراها وبتعلم منه. بس مش معنى كده ان انا عايز اوصل له، لا مش دعوه. هو راجل ناجح
في حتته وإمكانيات وانا عايز انجح ومقومات وبيئة في مختلفة. كعمر. انا مش دعوه بحد. انا لو انت متابع الاخبار اليومين دول تلاقي ان الناس بتوع السوشيال ميديا تيك توك وفيسبوك مارك زكربرج ومش عارف الناس دي كلها بتتحاكم دلوقتي بسبب اللي بيعملوه في عقول الناس، ان البنات ابتدت يبقى عندها اكتئاب وبتنتحر، ومش من سن 13 ل 15 1 ل 3. يعني عارف الناس عامله ازاي بسبب الاكتئاب، ان انا هي شايفه ان الموديلز عاملين ازاي وجسمهم عامل ازاي والناس بتروح تصيف هو فين تحويل وجزر السن ايه. مادة بشكل فهو مرعب. كده يعني انا بنتي لما تيجي تقول لي عايزه شعري تبقى عامله زي دي وهي لسه 10 سنين مثلا، طب ما برضه انت هتقول لها ايه؟ هتقول لها ده السوشيال ميديا؟ مش هتفهم. فاهمني؟ هي فاهمه ان ده الواقع، ده ان ده حقيقي. لما تيجي تبعت لك حاجه زي كده ده الواقع. يا جماعه ده مش الواقع. ده انا بسافر سفريه في السنه بقعد انزل الصور طول السنه، الناس بتحسسني ان انا بسافر 4 5 مرات. فاهم؟ هي كده. ده لعب سوشيال الماركتنج. الفيك. ازاي تبيع الفكره؟ هو باع لك الفكره ان حد ساكن انستجرام ده اتس هابي بليس. عمرك شفت واحد منزل صورته وهو مكتئب على انستجرام؟ لا طبعا. انستجرام كله هابي بليس. والناس بتقيم فده الإنسان باللحظة انت اللي هو عارف عايش ان فيها. ده اكتر ابلكيشن بيجيب اكتئاب بجد يعني في كل اشمعنى ما الابلكيشنز. بدخلش عليها. ماشي ارجع من الناس يعني ده في الدراسات اثبتت ان ده اكتر مش عارف 35% انستجرام، والباقي لان فيسبوك ساعات ممكن تلاقي ايه، تصحى تلاقي ايه مش عارف مين مات، مين صحي، مين تعور، مين حزين، مين ساب صاحبته وعمال يعيط كل الكلام ده لطيف جدا. فبتحس ان هو ايه ممكن يبقى كده واحد فرحان برضو، واحد اتخرج، واحد مش عارف ايه، فانت بتقرا يعني. لكن التاني ده واحد حاطط عمرك شفت واحد حاطط صوره حزين مثلا عامل كده؟ مش هيحط. هو ف... كونسيبت عمرو بتاع الرأسمالية بتاع باي تو بي هابي. انت هو توهم لك ان انت لازم تشتري عشان تتبسط، تشتري اي حاجه هو دلوقتي ده خليك حاصل. مبسوط. ده حاصل. حتى ذاتك انت ساعات بتجيب حاجات انت اصلا مش محتاجها لمجرد عشان ترضي غرورك. ترضي الناس اللي حواليك طب انا هقول لك على حاجه والفانز حصلت. بتوعك حصلت واحنا في ماليزيا. احنا كنا في ماليزيا 2011 أيوة. فاكر. فالمهم ايه، انا كان معايا تليفون نوكيا كده تعبان خالص يعني. فالمهم ان ايه، انا عامل بلان بقى ان انا اول ما انزل مصر اغيره واجيب واحد تاني احدث وبتاع. فقابلت واحده صينيه، فشافت التليفون اللي معايا فبتقول لي ايه ده التليفون الجديد جدا. طلعت تليفون تعبان خالص فاهم يعني. ودي بقى قاعده في الصين اللي احنا قاعدين فيها. فهم عندهم الكونسبت اللي انا بشتري اللي انا محتاجه، مش اللي يبهرني او يعني. انت عشان معاك الماركت عمله في دماغك. بس انت معاك الايفون، ايفون 14 15 16 17 18 لغايه ايه الفرق؟ انا بقى بسالك سؤال معلش ده وانك راجل من الاباطره في الريتيل. اتفضل. الناس بتشتري بناء على النيدز النيد ولا بناء على يعني الماركتنج امباكت اللي بيحصل من خلال السوشيال ميديا، اللي انت بتنزل زي ناس وده بينزل وده بينزل، فقلت طب والله انا ممكن احتاجها على فكره واعمل وكريت لنفسي ماتش. زي ما انت فاهم ان في الماركت ان انا بكريت لك النيدز اصلا، مش انا اللي بخترع لك الاحتياج بتاعك رغم ان انت مش محتاجه. فاقول لك صدق والله انا محتاجها واروح اشتريها. ما هو ستيف جوبز بتاع ابل طبعا هو قال لك ان انا هعمل creating need. أيوة. الناس قبل الموبايل ما كانتش عارفه هي عايزه ايه، صح؟ صح. ما كانوش يعرفوا ان في حاجه اسمها زي ابل دلوقتي لما عملت النضاره كان معايا من شويه، ان ما كانتش الناس عارفه هي عايزه ايه. هي ناس مش عارفه ان انا ممكن ابقى لابس النضاره وقاعد بشتغل وقاعد كاني قاعد على فكره انت انا ممكن اكون قاعد في الغزاوي دلوقتي ولابس النضاره وحاطط كاميرا بس صغيره كده وبتعامل مع الزبون، بتكلم معاه وبشوف الناس وبتابع التقارير وبعمل كل حاجه وانا قاعد في البيت، وانا قاعد في جزيره فاهم، قاعد في المالديف، قاعد بصيف وقاعد في المحل وبتعامل مع الزباين. ده هيحصل يا عمرو يعني. ده مش واقع افتراضي، ده بدايه الخطوات اللي هتحصل. كويس. عشان ما نطلعش بره الموضوع. الزبون في كذا نوع من الزبون، مفيش حاجه اسمها زبون واحد. انت في زبون تلاجته باظت هينزل يشتري تلاجه، ده يبقى ايه؟ عنده نيد. أيوة. صح. ده خلاص ده بره الحسبه. ده واحد جزمته اتقطعت نزل يشتري شوز. كويس خلاص ده بره الحسبه. حسبته كام في الماركت ده؟ لا في ما هو ده ما تقدرش تحسبها انت. ده حاجه واحد تلاجته بقى، اعرف لك كام واحد تلاجته باظت او غسلته او بنته بتتجوز بجد، مش نازل يجهزها عشان تتجوز كمان 8 سنين. لا هو نازل ده بيحصل كده. انا لسه انا مستغرب يعني. واحده في ثانيه هندسه مثلا جايه تجهز، واحده في ثانويه عامه، واحد في بنته في اعدادي بيجهز لها. انا واحد شغال معايا في الغزاوي وهيسمع الحلقه اكيد يعني. شيء بنته يعني وشاري لها مضرب البيض واللي مش عارف ايه والحاجات دي كلها بتخزنها في ده بجد على فكره. فده مش نيد. انا بتكلم واحد هيتجوز شهر 6 لازم يشتري اجهزته من دلوقتي، ده عنده نيد. لكن ما تقنعش ان واحد عنده نيد ان هو شاري لبنته اللي لسه ما اتجوزتش اصلا، تمام، او لسه ما اتخطبتش حتى، تمام. فده لا ده مش نيد. طيب احنا ده ماركت نيد خلاص، تمام. التاني اللي انت بتعمل له كرييتنج نيد، انا بقول له ان انت من غير الموبايل ده انت ولا حاجه. انت مش عايش معانا على فكره. انت ازاي مش شايل ايفون؟ فاهم؟ انت ازاي مش لابس ساعه مش عارف كذا؟
انت ازاي مش لابس انت ازاي مش عايش معانا وعندك زي ما بيقول لك انت ازاي ما بتلعبش بادل وما عندكش اير فراير وما عندك انت مش عايش معانا في مش فاهم؟ موجود يعني. لو بادل ده راكت يعني فاهم؟ مفيش يعني هبل يعني انا بحب انا بقى انت ازاي ما عندكش اير فراير؟ انت ازاي مثلا ما عندكش سبيك، ما عندكش مثلا هوم سينما في البيت، انت اصلا بتتفرج على التلفزيون؟ طب انا مش محتاج الموضوع ده. فهو بيحسسك انك مش عايش معانا على الكوكب، مع انك انت بني ادم طبيعي على فكره. يعني انت غلطتك انك بتسمع له انت غلطتك بص يا انك عمرو، تسمع انا للراجل. انا طبعا انا عارفك من سنين مم. ماشي. بس انا دايما بحس ان انت لو عندك مسج، يعني دي حقيقه والله، مش عشان انت عايز تقول يا جماعه ايه، عيشوا على طبيعتكم، مم. يعني اشتري اللي نفسك فيه وانت محتاجه فعلا. مظبوط. ما يعني حتى رغم ان انت تعتبر من صناع خراب فلوس الناس على انا مستوى عايز اقول الأرقام. مش قادر، عايز اقول الموقف ده لا قادر معلش يا عم. الغزالة. انا هقول اللي حصل. بص يا جماعه والله العظيم انا مش دعوه بقى، ده بودكاست بتاع ايه ولا الكلام اللي انت بتقوله الكلام الكبير ده. انا كنت فسخت خطوبتي والله الكلام ده حصل والراجل ده يشهد عليه. والراجل ده كان فاتح محل كده جنب المحل عندي على طول. فرحت قلت له بقول لك ايه، احنا لازم نتغير. ايوه هنتغير ازاي؟ بص احنا نشتري ساعه جديده ونتعلم جيتار. لو تفتكر الكلام ده حصل تمام. فانت اللي هو انت تافه تافه قوي يعني، احنا كنا ما فيش فاهم. فانت النهارده واقف بتقول ان انت جايبني امسح الندم دي، انا حاسس ان يعني اللي هو كده. فلا هي يعني بجد خليك يعني احنا كنا ساعتها شايفين ده التغير تمام. الف سلامه يا حبيبي. حبيبي بس افتكرت المرة. ايوه. فاحنا كنا قاعدين في المحل وكانت الدنيا شتاء فكده، وانا بقول لك نجيب ساعه مش كان كده. المهم يعني عشان ما اطلعش بره الموضوع، انت عندك احنا رجعنا طلعنا بره موضوع الماركت. لا، الماركت ان احنا بنتكلم على مدى تاثير الماركتينج في ان يخلي طبعا الناس احتياجات الماركتينج غير اللي هم عايزينها. بيخليك انت شايف حاجه. انت يعني انت كم مره رحت بالجي بي اس على مطعم انت ما تعرفوش؟ صح. طبعا. واحد بلوجر جاب لك مطعم ورحت جربته وطلع حلو او وحش، وفي الغالب بيطلع وحش كويس. صحيح. فانت في الاخر لا انا عايز اجرب اعمل اكس بي. فده له دور رهيب طيب. بالذات في ايه، معلش انا لا يعني خلاص. الحته ان انت بقى الناس عايزه تريح دماغها. يعني انا عايز اريح دماغي، انا مش عايز اقعد افكر. انت دلوقتي بقى التفكير هدك عليك من كتر الداتا اللي داخله. عارف الريلز اللي هي ايوه. دي اكبر حاجه بتدمر الدماغ. هعمل يعني لك حلقاتك كلها ريلز. انا انا هدمر الدماغ، بس انا هشارك يبقى الكونتنت بس بتاعك مفيد. انا هدفي في المظله ان انا زي ما قلت لك اقدم فاليو بسيطه للناس تفهم تجارب حقيقيه. بص صح. خد بالك، دي حته مهمه. انا طبعا انت بتتكلم عن ريلز يعني، بس انا عايز اوضح بيها ايه. عمر، انا وجهه نظري ان الناس، انت قلت الجمله كنا بنتكلم فيها الاوفر ثينكينج، ان انت بتتكلم الناس بتفكر كتير جدا وخايفه من بكره بشكل مرعب، وخايفه من استحواذ الشركات صح. الكبيره بشكل كبير صح. جدا. فانت بتقول لا يا جماعه الموضوع مش كده. حتى انت لما بتقول دلوقتي ايه، انا بنزل اشتغل، هو ايه، انا باخد بالاسباب، وما ليس الانسان الا ما سعى. انا بسعى، صح. انا ماليش دعوه بقى باللي انت بتقوله واقعد ادخل نفسي في ستريس وبتاع. والله انا 1% يا عم، بكره يبقى 1.5، ابني يكمل 3%، 4%. انا هدفي ان انا اخلي الفاميلي بيزنس بتاعي يكمل الى ان يشاء الله 30 سنه، 40 سنه، 100 سنه، 200 سنه، زي ما يكمل. لكن انا اللي بتكلم عليه والنقطه اللي هي فكره المقارنه. انا يعني ملخص اللي انت بتقوله على السوشيال ميديا هو المقارنه. ان انا بقارن نفسي بواحد بيتكلم في كابيتال انفستمنت بارقام تجيب جي دي بي ميزانيه دول، صح. وانا بقول وانا مش زيه ليه. ان انت زي ما انت بتقول، ما كنت بتحكي آه. على الناس الموتيفيشنال سبيتش صح. وتقعد تقول لك انت ممكن تكسر البيت. انت انا بقيت ما بسمعلهمش يعني انا اللي هو بيقوله ده كلام يحترم جدا كويس. يعني انا كلام على الورق انت رائع يعني فاهم. يعني مثلا الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه راجل رائع، راجل تقعد تسمعه تمام. لكنه بص هقول لك على مثال بسيط خالص. انت ابنك جه بيلعب بلاي ستيشن، جايب له انت الدريكسيون وجايب له البنزين والفرامل وبيلعب على البلاي ستيشن تحفه، بيسوق العربيه بشكل رائع تمام. جه قال لك ايه بابا انا بعرف اسوق العربيه، اديني مفتاح عربيتك انزل اسوق. هتعمل ايه؟ بس ده نفس اللي بيحصل لو انت ايه كل ما تيأس او كل ما تحس انك فاشل تروح تاخد كورس. ما تعملش كده. انا وجهة نظري كده، ممكن تكون غلط بس انا وجهة نظري انزل اشتغل. ان انا في اولى جامعه وهاخد كورسات، ما تعملش كده. انزل اشتغل، انزل اشتغل من غير فلوس. انزل اقعد في المحل وتعلم وتمرمط وتشوف المخازن بتشتغل ازاي وتشوف تعمل اشتغل عند واعمل اشتغل. اي انا لو جالي حد قال لي انا في مره والراجل لسه بنعمل له حفله انا مش جه فقال لي ايه انا عايز اشتغل جرافيك ديزاين. قلت له انا عندي جرافيك ديزاينرز مش محتاج. قال لي طب شغلني اي حاجه. قلت له روح اشتغل. تمام. عنده الويلنج ان هو يشتغل، عكس ما واحد تاني مع شهادات الدنيا مش عايز يشتغل.
هو شايف ان هو كبير على الشغل، بيتنك عشان لا ما تشتغلش، مش عايزك تشتغل. وجرب اي تشتغل يعني تسال اي بزنس مان تقول له تاخد مين في دول، هيقول لك انا هاخد اللي عايز يشتغل، ده هيوصل معاه. حتى لو يعني هو مش حتى لو هو ما معرفيا عندوش حاجه ضعيف. خالص، ضايع، انا عايزه ضايع، انا هعلمه بس هو عايز يشتغل، عنده الويلنج. كويس. لو عنده الويلنج والنولج طبعا تبقى احسن بكتير، المعرفه وان هو عايز صحيح. يشتغل احسن بكتير. بس هو واحد عايز يشتغل احسن من واحد ما عندوش عنده المعلومه مش مستخسرها هو فيها بيحفز على قد نفسه فلوسه. ويسخن نفسه بس لا مش وخلاص. انا في جامعه وعايز انزل وعايز اخد كورس مع اكس اللي هو احسن واحد بيدي كورس تنميه بشريه، اوعى انزل خد كورس بس انزل اشتغل. تمام. احنا قبل ما ندرس وبعد ما درسنا، انا لما نزلت خبطت في حيطه. انا درست ايه اللي انا درسته ده؟ فاهم ايه علاقته باللي احنا بنشتغل بيه؟ لا. وده كنت سؤال هسألك، هل وده انت اللي انت كان درسته عرفت تستفيد منه؟ في الام بي اي طبعا. بس انت بتديه زي السم في العسل كده، يعني فاهم. يعني ما ينفعش اقول لهم ايه انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا مش عارف. لا انا في الاول كنت كده متعصب وعلى طول، وازاي مثلا تيجي تقول لي الساعه 2 تيجي 2 و5 دي مستحيل. ده كانت بره كانت بتتلغي محاضرات، كانت ممكن الايام تقوم بسبب الموضوع ده. فاهم. لكن احنا هنا عندنا في مصر انت 2 ممكن تيجي بعد 3 ايام عادي جدا ويبقى ميعادك شغال والدنيا زي الفل. فاهم. فانت لازم برضو انت تعمل ادابتيشن لنفسك، يعني مهما كان الموضوع صعب. وده من اصعب الحاجات بتواجه البيزنس في مصر. وده اللي احنا بنقوله، ان انت بتفصل يعني الحاجه انت عمليه. ترزي، اه فبتعمله حسب حجمك بس مش تقليل وحسب منك. وحجم اللي حواليك. انت بتاخد بس من المعلومه مم. اللي ينفعك في البيئه بتاعتك. صح. انا ما ينفعش اقارن عمرو الغزاوي بتاع مصر وعمرو الغزاوي بتاع امريكا، صح. ما ينفعش اقارن عمرو الغزاوي بتاع مصر وعمرو الغزاوي بتاع السعوديه. انا في البيئه بتاعتي، في المعطيات بتاعتي، في الامكانيات بتاعتي. لكن انا هو الاداره ايه اصلا؟ تحقيق الكفاءه والفعاليه بالموارد المتاحه، مش ان انا ادوس على لا زرار. ما فهمتش ولا كلمه اللي انت قلته ده ان انا تحقيق هو الكفاءه. بص يا معلم، احنا بنشتغل اداره كده هو كده. خلينا على الارض. انت اشتغل، انزل شوف المخزن بيشتغل ازاي. انت بتهزر طبعا. لا انا بجد لا بص في الهزار ان انا مش فاهم، انا فاهم. بس بكلمك على ايه، ان اللي بيسمعنا دلوقتي مش فاهم الكلام اللي انت قلته ده. احنا اللي انا بقوله ان انا عشان احقق الكفاءه والفعاليه، ده هي دي علم الاداره. ان انت زي ما انت بتقول انزل اشتغل واغلط واصلح. انا اللي قصدي عليه في مسألة ايه، ان انت في الشركه عندك طبيعي ان انت واخد نظريه من كتاب، هتيجي تنزلها على ارض الواقع مش هتعرف تنفذ منها غير صح 5%، 3%، 2%. انا بقى بكره الحاج محمد في ايه؟ ان هو عشان مش عارف ينفذ الفكره بيكره العلم، بيكفر بالفكره. صح. انا ضد ده. ده مش صح. بس هو احنا الحاج محمد ليه؟ لان الحاج محمد ده هو اللي عمل. فانت ما تجيش تقول لي ايه انا هعمل، لا انا اللي عملت. انا الحاج متولي. هو ده كده القصه. احنا لما دخلنا بروجكت انا وانت ايوه قدام الناس، لما دخلنا بروجكت وعملنا حضانه، ايوه تمام، كنا بنكح تراب مش معانا ولا مليم. صحيح. ويجي واحد يقول لك انا عايز ادخل ابني، تقول له لا والله في ويتنج ليست. صح. كنا بنعمل كده ما كناش بنعمل كده أيوة. ليه؟ عشان انت قريت الكلام ده بره وحاولت وبتطبقه، فالزبون عنده يحس بالنيد 10 مرات، اللي هو ازاي انا ابني ما يخشش في وسط احسن حضانه مش عارف، مع انك انت هتبوس ايدك تعالى دخل ابنك، وتقول له لا والله معلش انا بعتذر لك. تمام. وتتصل بيه بعد يومين تقول له والله بص انا لقيت لك مكان بالعافيه. الريالي يا لهوي تحس ان يعني بجد انت ازاي مش عارف ايه فاهم وكده. انت هو الفكره في ايه؟ انك انت بتلعب في انهي كاتيجوري وبتلعب بيه ازاي. صح. احنا كنا متارجتين في كلاس ايه وعاملين حاجه كده، فبناء عليها تارجتنا العميل بالطريقه دي. تعال انت بقى واحد راح يجيب كيس سكر وتقول له لا والله ما، يا لا ممكن يعمل لك فضيحه في الشارع ويضرب لك الدنيا ومش عارف يعمل لك الكلام ده. كل مثال ناجح في حتته، ولازم تعرف ده. لازم تعرف ان اللي ايلون ماسك بيعمله كل يوم الصبح مش لازم انت تعمله. مش لازم تاخد نموذج ان هو بيصحى الساعه 5 الصبح وانت شغلك بيبتدي الساعه 10، فانت عندك 5 ساعات في اليوم ما تعملش فيهم حاجه. تبقى انت بتضيع وقت. تمام. انت يومك رتبه على يومك والحاجات اللي بتحبها، وغير المايند سيت بتاعتك. يعني مثلا انت بتروح كل يوم تقعد تتفرج قدام على التلفزيون مثلا ساعه واتنين، كويس، او بتعمل اي حاجه، وبتعمل اكله بتحبها، غير المايند سيت بتاعتك ان انت ايه، انا هسعد نفسي في الساعه دي عشان اشحن طاقتي، عشان اخش انام مبسوط، فاصحى تاني يوم مبسوط، اعرف اواجه العالم الخارجي اللي انا عندي معاه ايشوز او مش عارف ايه. شوف ايه، ما فيش حاجه، انت ما عملتش حاجه. انت في الحالتين قاعد اتفرجت على التلفزيون. واحد اللي هو بقى يا اليوم عدى والحمد لله والدنيا والانفليشن والاسعار والكيلو اللحمه بقى بكام ومفيش سكر ومفيش مش عارف ايه. وفي واحد ان انا بفصل خالص وعايز ابسط نفسي، اشحن عشان ايه تاني يوم انزل اشتغل واعمل ومش عارف ايه. ما فيش، انت غيرت المايند سيت، ما عملتش حاجه طبعا، لا اشتريت حاجه ولا عملت حاجه، انت غيرت حته صغيره كده في دماغك. لو قدرت توصل، على فكره انا مش بقول لك انا بعمل كده، صعبه جدا، بس هي حاول انك توصل في ان انت بتغير 5%. انت قصدك ان انت ما تحملش نفسك اهداف واحلام ناس
تفوقك في كل حاجه مختلفه عنك في كل حاجه. اتبسط بشغلك وحاول تعمل حاجه. لا طيب ده وجهه نظري. انا اسف، انا بحاول اوصل انا بس نفسي. عشان مش متعود على الموضوع. لا. انت انا بحس بايه؟ انت عايز تبقى ايلون ماسك مع على دماغي. خليك النهارده عم، وبكره عم، وبعده عم، بعد 10 سنين عم، وبعد 15 سنه عم، هتبقى احسن من ايلون ماسك. موتيفيت يور سيلف باللي انت كده. مش تقول ايه اصل هو اخترع العربيه تسلا وانا ده، انت مش اصلا يعني لما بتعدي تسلا من قدامك بتحس لو عربيه تسلا وتطلع تجري وراها في الشارع زي عربيه تسلا دي تسلا ميه. اللي هو ازازه ميه دي. فانت بجد يعني لما بتعدي عربيه تسلا قدامي بجري وراك. فاللي هو بس انا بحب العربيات التسلا وبحب دماغه وبحب ان هو فكر اوت اوف ذا بوكس وعمل مش عارف ايه وكده، وعمل سبيس اكس وعمل واشترى تويتر. يقعد يقول بص اشترى تويتر عمل ايه، وفي الاخر تويتر بقى ناجح جدا والناس كلها بتفتحه وبتتكلم عليه والكلمه فيه بترند اكتر حتى من فيسبوك. صح مش الكلام ده حصل؟ واول ما عمل الصفقه قعدوا يقولوا عليه ده بيضيع فلوس وده لا مش عارف ايه، ده وقع من جيبه 40 مليار دولار واشترى كلام كله كلام مصري كده اللي هو ليه؟ طيب ما هو الراجل شايف رؤيه معينه وفلوسه ويتحكم فيها، احنا مش دعوه، احنا طيب خلينا في اللي احنا فيه. انا عايز اتكلم في اتفضل. نقطه. معلش انا عارف ان انت بس يعني استغفر ده، بس انا عايز اتكلم في نقطه. مثلا عمرو بيعتبر مثلا الموظف اللي جاي له ده بياع شاطر بروفيشنال ولا مناول بيدي للعميل اللي هو عايزه بس وخلاص؟ انت ازاي تقيمه وانت شايف ايه الصفات اللي تقول فيها والله الراجل ده بياع شاطر ولا لا؟ ايه المواصفات اللي انت عايزها؟ كل واحد شاطر طول ما هو بتديله موتيفيشن. بس انت قول له انا عايزك تبيع لي دي، يعني تديله برودكت تقول له بيع لي دي، عندي فيها مشكله، مش هيبيع لك حاجه. قول له هديك عليها 10 جنيه هيبيعها لك. تمام بجد هيقعد يعمل كل حاجه ان هو انت لازم تبقى عارف تعمل مع مين امتى فين ازاي. حل المعادله دي هتلاقي نفسك زي الفل. تمام. تعمل مع عميل عامل ازاي؟ طب المنتج المصري المنتج المصري ده لما بتيجي تبيعه بقى ليه احتياج؟ ايوه طبعا ما هو يعني انت نسبة الماركت شير بتاعته زادت بنسبة كام في الخمس سنين؟ في ايه؟ ما هو في برودكتس كتيره جدا نزلت مصري بقت مصري خلاص. يعني الشاشه عندك هي بتتصدر بره. اي شاشه في مصر مصري كويس، وبتتصدر بره مصر. يعني انت رحت دبي هتلاقي الشاشات اللي فيها مصر، لو رحت يوروب فيها حتت هتلاقي شاشات فيها مصر. انا رحت مصنع بني سويف بتاع سامسونج ورحت مصنع كوريا نفس المصنع. مصنع بني سويف اكبر. تمام. فانت في مصر قويه واللي جاي قوي في الصناعه. بس الفكره ان في شويه يعني حاجات بتحصل بالتغيرات، بس هي دي اللي مخليه ان انت عدم استقرار شويه في سعر العمله. بس انت شايف ان المنتج المصري هيوصل جدا. ما هو ما عندكش حل تاني. انت دلوقتي انت مثلا المنتج دلوقتي بقى مصري وفي تركي مثلا في الثلاجه مثلا كويس، التركي اغلى. فانت دلوقتي بتكمبير ايه؟ ان انت في الاخر جايب مثلا كومبريسور، هو جايب كومبريسور مثلا ال جي حطه في ثلاجه ومقفلها وعاملها كويس وعامل ثلاجه محترمه بتعرف تبيعها. تمام. وما تجيش منها مشاكل. يعني مش فكره انك بعتها، فكره ما تجيش منها مشاكل. في نفس الوقت ان انت انا عايز ابيع مثلا حاجه بيكو مثلا، هي اغلى شويه ولا الزبون عايز يشتري. اسالك سؤال يا ريت. سؤال الساعة. التكييف غلي ليه؟ التكييف تولع. هو التكييف غلي ليه؟ عشان مفيش بضاعه، انا بكلم بجد. انا مستغرب يعني، مش عايزين نقول اسعار بس يعني لا التكييف لا اقول اسعار. التكييف غلي ليه فعلا؟ يعني التكييف بكام؟ واحد ونص حصان بكام دلوقتي؟ لو في واحد حرامي جه سرق الكباسين ثلاثة هيعمل ثروه. يعني انت بتتكلم في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، ده بقى الافريج وكان بسبعه بقى بس لا كان ما ينزلش. الفكره فعلا حاجه زي التكييف دي بقت خلاص هتبقى نيتش برودكت بقى، ما حدش هيشتريه غير الناس اللي يعني هو مش موجود ليه؟ طيب مش بص هي مش قصه كده. هو بص يا عمرو، اللي حصل الفتره اللي فاتت ان النيت زاد قوي. وحصل ايه؟ ان البضاعه قلت. لا هي ثابته. فانت مثلا انت عندك 10 كومبريسور مثلا عايز تبيعه. تمام. وعندك 100 عميل هتعمل ايه؟ هترفع السعر. صح؟ ده معروف، ده ديماند بسبلاي عادي جدا. طيب انت دلوقتي لو العميل قل على فكره بقى له 3 ايام كده، لو العميل نزل الكيرف بتاعه نزل هتعمل ايه؟ هتنزل السعر. بس هي ديماند وسبلاي مالهاش علاقه بحاجه. بس هي الفكره في ايه؟ ان كله يعني انا اسف ان اقول كده بس كلنا بنستغل الازمه. انت معاك $100 عايز تبيع باعلى سعر، مع ان الدولار اصلا سعره في البنك كام 30، ايه اللي وصله 70 مش عارف، ايه اللي وصله دلوقتي 50 مش عارف، مش عارف حاجه. والله اعلم وقت الحلقه لما تنزل هيبقى سعر الدولار بكام. فاهمني؟ ما حدش فاهم حاجه. كل للاسف ان احنا كلنا بنستغل كله ومحدش بيفكر في اي حاجه. انا بفكر ازاي اكسب النهارده وانت بتفكر ازاي تكسب النهارده، ونفكر ازاي نعمل مش عارف ايه ونعمل فلوس من كذا ونعمل. فهي الفكره ان احنا ايه
لا لازم بس الدنيا لو اتظبطت شويه، الدنيا استقرت زي تركيا كده. تركيا سعر العمله بتاعها ضايع، مم. بس فيها استقرار، ففيها صناعه، في ثابت. انت متوقع مثلا ان المنتج المصري ده كمان 3 سنين نسبة الماركت شير بتاعته تزيد مثلا 30% عن دلوقتي؟ اكتر. اكتر اه في كل لان هو خلاص، هو المصانع ابتدت تفتح. يعني انت عندك بيكو هتفتح مصنع في مصر، اللي هي ميديا تفتح مصنع في مصر، عندك بوش تفتح مصنع في مصر، سامسونج بتكبر مصانعها في مصر. مم. ابتدت حتى المصانع تاخد مصانع، خطوط انتاج جوه مصانع، فاهم؟ يعني فريش بتصنع للغير، وايت ويل بتصنع للغير. مم. فابتدت الناس كلها تتجه ان هو ايه، يجيب من بره عشان يدخل من غير جمارك ويبتدي يجمع هنا. فابتدت ان نسبه المنتج المصري تزيد، والمنتج المصري هو زايد خلاص. انت دلوقتي بقى عندك منتج مصري، هيتيجي ينافس ازاي؟ لازم كواليتي. مم. هي دايره معروفه، مش ما بقولش اختراع العجله، هي معروفه. فبناء عليه بعد شويه تبتدي انت عايز تصدر، تبتدي تصدر بره، فاهم؟ فهي كده. وانت مثلا انت عندك في اوروبا ممنوع يصنع بوتاجاز، فعندك كل شويه يفتح مصنع بوتاجاز، فاهم؟ عشان الغاز ومش عارف ايه والكلام ده. ففي ريجوليشنز بره، فانت بتحاول تستغل الازمه. بره عندهم مشكله فبتحاول تصنعها في مصر. فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، فاهم؟ وده انت بتقول خلال 3 سنين هيحصل. انا بتكلم على استقرارك لما لا لو انت في حاله ايه، في حاله استقرار ولا حاله استقرار. يعني اه احنا لو الدنيا استقرت، الدنيا هتبقى كويسه جدا، وهتبقى في صناعه كويسه، وهتبقى في تجاره كويسه، وهيبقى في سياحه كويسه، كل حاجه كويسه. لا بس انا انت عندك مشكله ان هي جايه لك كذا حاجه من كذا حته. عمرو لو عايز يدي نصيحة في ان انا مثلا مجال زي الريتيل او مجال الاجهزة المنزلية او الادوات المنزلية عايز اشتغل فيها دلوقتي، واحد لسه زيرو خالص عايز يفتح بيزنس معاه 10 مليون جنيه وعايز يعمل بيزنس. دلوقتي مع 10 مليون مش حاجه، مش هيعملوا له حاجه في البيزنس، في البيزنس بتاع الاتش اي هم يعني بس. انا زمان او لغايه دلوقتي انا بقول ان الكابيتال انفست في حجمه دلوقتي تضاعف ارقام طبعا فلكيه، الناس ما بتصدقش يعني. السمول سايز بيتكلم في مليون دولار مثلا في ايه، المجال بتاعك مثلا. في مجال الاجهزه ممكن. ماشي بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. انت بصرف النظر عن مجال الاجهزه او مجال الريتيل انا الموبايل بتكلم في او الريتيل او عامه ريتيل، بوجهه نظر. انت ايه الديفريشيشن او الاختلاف اللي هتقدمه عن الغزال؟ ده اهم حاجه عايز تفكر فيها. ان انت هتنزل حضرتك تلبس هدومك وتنزل تروح الغزال وتشتري ثلاجه، تشتري غساله، وتشوف الاكسبيرينس عامل ازاي. وتروح عند اكس تشتري ثلاجه وغساله، تروح مش عارف ايه وتشوف ده سعره ايه وبيسعر على اساس ايه، ايوه بس انا قصدي والكواليتي على بتاعت الفكره عم. لو انا عندي ديفريشيشن وعندي كومبات ادفانتج غيرك وعندي اقدر اخش في المجال. تقدر اي حد يقدر يخش في اي مجال، وهتكسب منه، وهتبقى كويس. لان في الاخر انت لو عندك ديفريشيشن هتكسب. أو فاهم البيزنس عمرو عشان يكمل محتاج ايه؟ محتاج اللي هي اسمها ايه، بيسموها الحوكمه. حكم. مم. لازم كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه وبيسوي ايه وله ايه وعليه ايه. من غير كده ده مش فاهم، ده دي بقى بقى. نعم الهاي فروم كل حاجه بالظبط كده. انت ليك ايه في نسبه راس المال، ليك ايه في الرحلات، ليك ايه في الفلوس، اي بتاخد فاسيلتيز مرتب ما بقى. بتاخدش، اللي بيشتغل بيعمل ايه، اللي ما بيشتغلش الحاجات بيعمل دي ايه، صعبه. جدا جدا. انت يعني انا بحس احسن حاجه تعملها اوت سورس، ما تعملهاش ان سورس يعني من وجهه نظري. والله يا عم عمرو حضرتك بتفهم في ده، تعال اعمله واعمل لي نموذج وكل الناس تمضي عليه، واللي يطلع بره الموضوع ده يبقى محطوط حتى في الحوكمه دي البينالتي بتاعته. هتطلع هتعمل عملت ده، خدت فلوس مثلا بلغتش بيها، طب ماشي انت ما فيش مشكله، مش هتتخصم من حسابك، انت طلعت بره الشركه مثلا. فالحوكمه دي لازم تكون هي موجوده، رول كلها كانك شغال في شركه مش بتاعتك. كويس. ده اللي احنا انت ده اللي انا زي بقوله. التشيرمان هو ده اللي انا وتحتيه بقوله بينزل سي وتزعل او. انت في الاخر انا ما لما اقول بزعلش لك ولا الحاج ازعل من حاجه، محمد ده انت مش حبيبي هيعمل كده والله. بتزعل. لا انا ما بزعلش منك. طيب كان في سؤال دايما اخد ام بي اي ولا ما اخدش ام بي اي، والام بي اي هتفيدني ولا لا؟ حد يقول لك الام بي اي دي هتفيدك لو انت موظف، بس لو انت عندك بيزنس بتاعك مش هتعرف تستفيد منها. عمرو خد ام بي اي ودرس الحمد بره لله. وعمل، فرقت معاك ولا لا بصراحه يعني؟ بص اقول لك على حاجه. انت في حاجتين مهمين قوي لازم نبص عليهم، وده مش كلام كبير والله، كلام مهبل قوي، بس هو لازم نبص عليه. احنا عملنا حاجتين في نفس الوقت، خدنا شهاده وسافرنا بره. في ناس بتاخد شهاده من مصر، صح؟ صح. انا من وجهه نظري الشهاده دي هي شهاده، هتفتح لك دماغك في حاجات مهمه جدا، هتفيدك على المستوى الشخصي وهتفيدك على المستوى العملي كويس جدا. لكن الاكسبيرينس هي دي اللي كانت مهمه بالنسبه لنا، ان احنا طلعنا من اتنين مرفهين ومش عارف ايه ومعاهم فلوس وبتاع، طلعنا اتمرمطنا اتعلمتني الطبيخ والغسيل وكنا بنمسح ومش عارف ايه، وكنا يعني طب فاكر الاكل واحنا يعني. كان على طول يعمل اكل ومش عارف مش هتاكل. المهم ان انت في الاخر كنا احنا انا فاكر ان انا يوم ما كنت مسافر من كوالالمبور لمصر، كنت بلم الكوينز من الارض عشان اعرف اروح، مش معايا فلوس.
فاهم؟ يعني احنا انت كنت تعتمد على نفسك في حاجات كتير، تمام. فاحنا رجعنا اتنين غير اللي سافروا. الارض في ده الشارع بس، مش اكسبيرينس. لازم عايز تشتغل في الشارع. لا، في البيت احنا كانت يعني انت كنت واصل لمرحله انت الكوينز مش فارقه معاك، فانت في الاخر انت واصل انت محتاج مثلا خمسة رينجت عشان خاطر تعرف تركب المترو، عشان تعرف لو تفتكر يعني. المهم ان الموضوع يعني انت الاختلاف اللي حصل لنا مش قصه شهاده، قصه ان انت شفت ورحت وتعاملت طيب مع انا هاخد ام بي من مصر، هتفيدك بس وبالنسبه بس للترم بس حاول ازاي وانت بتدرس. يعني انا مش من نصيحتي ان انا اخلص جامعه وارجع واخد ام بي على طول، ده مش شايفه حاجه صح. لازم اشتغل. تشتغل، تاخد خبره في الشغل، تخش ام بي اي، تطبق من اللي انت بتدرسه دلوقتي في الام بي اي في الحاجات اللي انا بعملها في الشغل، وتكمل بقى السيكونس كده. طيب حاجه لكن تانية برضه، اتفضل. انت اشتغلت فتره بعد ما خلصنا كليه بالتالي موظف في بنك، اشتغلت في البنك. ودلوقتي انت راجل يعني انتربرينير او صاحب البيزنس بتاعك، ايه الفرق بين الموظف وبين صاحب المشروع، ومين احسن بالنسبه لك نفسيا؟ انا عارف ان هتقولي ما في يعني ده حاجه وده حاجه، بس انت لو رجع بيك الزمن تبقى موظف وبتاخد بص، مرتب هو انا كويس؟ انا مشكلتي في حاجه وانت اكيد عارفها يعني، عشان انت حبيبي، ان انا بكره الروتين. مم. انا كائن عشوائي بطريقه بشعه وهوائي، وكل الكلام الوحش اللي الناس بتقول انا يا جماعه كده. مش اي مشكله، وبرجوازي وكل ما اعرفش يعني ايه برجوازي، بس انا كده. المهم يعني ان ايه، انا انا البتاع اي اللي بيقولوا حد عليه عايز ده. يقول اي حاجه عليا انا يا جماعه كده يعني. فالمهم ان انا ما بعرفش اشتغل في روتين، ما بقدرش. فانا اللي مشاني من البنك ان أنا ما قدرتش اتحمل ان كل يوم الروتين بتاع بيعمل البنك، روتين البنك. شغل روتيني جدا، شغل لطيف ان انت بخلص تاسك افصل فيه، اقفل تليفوني تروح واروح تاكل اعمل اي الفشار حاجه، اللي انت اعمل بتحبه. اعمل بوب كورن واتفرج على فيلم، او انزل اقعد على القهوه مع اصحابي، او اعمل اي حاجه. تمام، خلاص خلصت. طيب. لكن انت كصاحب بزنس انت ايوه. بتفكر في البيزنس طول الوقت، بتفكر ازاي تطور فيه، عايز تعمل حاجه، وده ارهاق البيزنس. مم. ان انت مش مسؤول عن يعني. انا في مره البنك حصل له مشكله، مش دعوه ان شاء الله يا رب يعمل ايه، انا شغال في الاخر موظف ماليش مم. ده يعني. انا دوري بينتهي عند كده، بفكر في كاريري كشغل كويس. انا فاكر ان انا مره رحت لواحد صاحبنا شغال في بنك برضه عشان مش عايزين نقول اسمه، فالمهم دفعتنا، فالمهم الراجل قال لي انا عايز كان بياخد ام بي اي، فبقول له طب انا عايز احط ايداع، فعلى بال ما خد الفلوس حطها في الايداع ورجع كنت خلصت الماده بجد، على فكره خلصتها ذاكرتها كلها. هو الماده هو كان بيدرس في الاكاديميه البحريه، فلازم برضو تعرف يعني، دي من النقطه المهمه ان انت لازم تعرف هو انت بتاخد ماده ايه فين قبل ما تدرس، لان هو في الاخر كان بياخد حاجه اه. بيزك خالص، مش عارف كانت دي ماده ازاي يعني، بكلم بجد. الاوت لاين فخلي بتاع الكورس. لا انا قريت الكورس كله وانا وهو تحت، كان في 15 دقيقه عمل بالظبط. فانا مش فاكر، احنا ما كناش بندرس ماده في 15 دقيقه. فدي نقطه مش عارف هيحطها ازاي في طيب الماده. النقطة التانية بقى، لو عمرو دلوقتي هيدي نصايح أو صاحب القرار في شركة الغذاء، خلاص هو الوحيد اللي في الباور معاه، إيه أول 10 تاسكات هتعمل؟ كان سؤال صعب قوي كده. طب ماشي. أنت قلت فاميلي بيزنس، أي فاميلي بيزنس لازم يدور على الديجري فورماليزيشن إن هم يرفعها جدا، وكل فيه حوكمة وجوب ديسكريبشن وكل حاجة محطوطة فيه. انا شايف ان اول قرار هعمله حكم. طيب اول قرار هعمله ان انت كل واحد هيبقى بيعمل ايه. والجزء وتاني حاجه العاطفي. الجزء العاطفي هيفضل موجود، لازم يفضل موجود. انت بتتعامل في مصر مم. يعني، انت في الاخر انت لما بتمشي موظف، بتمشي بيت، بتمشي اسره، بتمشي عيال، بتمشي كل الكلام ده، فانت في الاخر بتقعد تفكر 100 مره ان هو درجه المشكله اللي عملها دي تستحق ده ولا لا. طب وهو عشان خاطر عياله، طب عشان خاطر مش عارف ايه، طب عشان خاطر. فانت في الاخر العاطفه هي اللي بتغلب، مش البيزنس. تمام. طب خلينا بس نرجع للنقطه. انت السؤال بتاعك ده حلو، انا عايز افكر فيه اصلا. اللي هو بجد انا عايز اخلي ان يعني في الاخر السيستم هو اللي بيغلب عنه. مم. ما اعرفش اعمله ازاي، فاهم يعني. السيستم هو اللي يتحكم فينا كلنا كاشخاص، وفي الغزاوي، نتيجه ان انت بناء على يعني، احنا المشكله ان احنا عندنا من الحاجات اللي انا شايفها يعني ان احنا عندنا سيكشنز كتير قوي. مم. السيكشنز دي في بعضها بيكسب، في بعضها بيحمل على بعض تاني، مش عارف ايه. لازم يتعمل فصل اقسام، لازم يتعمل ابريزل كده. ويطلع من طبعا ستار لازم ومشكلة يبقى ودوج، يحصل يعني لو كل. عندك حاجة دوج هتطيرها، يا طيار هيحاول اطور فيها يعني، لو اقدر اطور فيها. مش تتطور خلاص لا دوج، خلاص طبعا شيء. ريموف عادي. طبعا. عادي يعني مش هتتباع بقى وشكرا، انا ما عنديش اي مشكله. بالعكس انا بحس ان احلى حاجه في الموضوع انك تبقى عارف ان عندك مشكله، دي دي بدايه أول الحل. بس لكن قصه بقى لهوي، انت لما يجي حد بس يقول لك انا عندنا مشكله وتتضايق، وانا بعمل كده، انا بتضايق، ده غلط. لازم تحس ان هو ايه يا جماعه، لا تعال نحل. حتى لو خسرنا، حتى لو ما في الاخر الفلوس دي ايه، ده الفلوس دي برزق من عند طب في ربنا ورحمه لوكال ربنا. براند نزلت مصر
عمرو شافها ناجحة وشافها نماذج قوية. ليه ما شاء الله رنين ناجح، انا شايفه بينجح وبيطور من نفسه وعايز يعمل حاجه. انا ما اعرفش الاكسبيرينس بتاعت اللي عملها جديد دي هتنجح ولا مش هتنجح، بس ممكن تنجح ليه إن لا. شاء الله تنجح. يعني انا ما رحتش، عايز اروح اجربها. بس انا ما يعني اللي اعرفه ان هو ممكن ينجح. ممكن عندك ايه تاني عندك لا في امثله كتير، بس انا مش مجمع يعني ما يعني ممكن اسال سؤال تاني وانا اجمع، ما اعرفش قول لي ايه تاني. طيب انت يعني شايف انت ملخص بقى الليلة دي كلها. مجالنا طبعا. عمرو مثلا شايف ان في مشاكل اقتصادية، في مشاكل إدارية في الفاميلي بيزنس، في مشاكل في الكونسيومر بتاع الموظفين، في مشاكل في أي مسار من دول، طبيعي تتعامل معاه إنه طبيعي. إيه لا انجويت، لا والله ما تتعاملش معايا طبيعي، اتبسط بيه. بص هقول لك على حاجه. انا اول ما رجعت من بره، تمام، رحت الحاج سير الله يمسيه بالخير، الله يا رب يحميه، آه راجل محترم صاحب شركه وايت ويل يا جماعه. آه تمام. فالمهم ايه، فانا بقول له يعني ايه، يعني انت بقى كنا راجعين بقى من ايه بقى نظام بقى ومش عارف ايه، وبتعدي الشارع ازاي وبتعمل ازاي ومش عارف ايه، وراجع لمصر بقى. فالمهم ان بقول له يعني انا متضايق من ان مصر كده وعشوائيه وبتاع. قال لي يا عبيط، ده اللي بيكسبك. انت لو عندك نظام محكم في مصر ممكن ما تكسبش، ممكن تتفعس. انت يعني جرب مثلا تقول ايه، انا هروح افتح في امريكا، يا نهار اسود، هروح افتح في دبي، هتنافس مين؟ مش هتعرف، مش تقدر، مش يعني مثلا انت عايز تنافس وول مارت مثلا في مبيعاته، انت مجنون. فاهم؟ انت عايز تنافس امازون، هناك بقى هم متوحشين بقى، سيبك من هنا. فاهم يعني هنا ده رأسمالية على مش أبوه. هتقدر. فاهم يعني انت هنا ربنا بيرزقك كده وبتاع، تلاقي عميل ماشي على رجله ومش عارف ايه، وتعمل دعايه فتكسب فتشتغل. هناك لا، ما عندهمش هزار ده. لا هناك الدنيا ماشيه سيستم وايز جدا. هنا ممكن ثلاجه باظت اروح اشتري ثلاجه ثانيه، هناك ارفع قضيه على الشركه واخد ثلاجه جديده، ما فيهاش هزار. فاهم؟ فالتيرن اوفر بتاع الحاجه بتاعتهم ايه؟ عادي. هنا عالي، هنا عادي أوي. لكن هناك اقل. فانت تكسب هنا، تقدر تعمل فلوس هنا. لكن انت تيجي تقول لي مثلا ايه، لا انا هقفل البيزنس بتاعي في مصر واروح اعيش في دبي، والله كلام جميل جدا، ودبي احسن في والعيشه. ناس هتنجح يعني، بس انت نصيحة منظورك انت مش منظوري انا انت لو عندك حاجه تقدر تنجح فيها هنا كبرها. حتى مع الوضع يعني الوضع الاقتصادي وحش هستفيد منه، الوضع الاقتصادي حلو هستفيد منه، الوضع اللي ما فيش وضع اصلا هستفيد منه. مش هو فاهم؟ احسن حاجة في البرنامج ده ايه؟ مم. هي دي وجهة نظرك. الحمد لله يا جماعه، يعني انت محدش بياكل. اعمل بيها اللي انت عايزه. والله خليك متفائل. طب انا عايز اقول لك على يعني حاجه. انا بس انا بوضح ايه، ان انا عايز اوري للناس ان في طبقات في البيزنس بتاع الطبقه المتوسطه معترف ان هو عنده حاجات صح وعنده حاجات غلط، وان البروفيشناليزم دي مش احسن حاجه في الدنيا، وان انت مش لازم تبقى بيرفكت في كل حاجه، وانك تعيش تقارن نفسك بالناس يا عم ده اتبسط واشتغل واتطور، والانسان ينمو نمو نباتي زي ما بيقولوا، بياخد وقته، والشركات كده، والفاميلي بيزنس فيه مشاكل، وهتفتح بيزنس لوحدك فيه مشاكل، والعميل ده فقير والعميل ده غني، كل ده بيعدي. يا جماعه اتفرجوا بعد اذنك، معلش بتفرجوا على منظر الناس وهم قاعدين بيتحاكموا في اكبر شركات في العالم. هو قاعد بيتحاكم بيعمل ملايين بليارات، البليونز اوف دولارز، وهو قاعد بيتحاكم كويس، وهو منظره عامل ازاي. مفيش حاجه في الدنيا كامله. يعني احنا كلنا عندنا غلطات وكلنا بنعمل. واحمد ربنا ان احنا اصلا قاعدين بنتكلم دلوقتي والناس قاعده بتشوف. يعني احنا دلوقتي الحمد لله احنا احسن من غيرنا. يعني كل الكلام ده جميل، حفز نفسك بيه. ما تقعدش تقول لي اصل الدولار في مصر مش، انت مالك ومال الدولار. انا النهارده جبت السلعه بجنيه بعتها ب 10، خلاص خلصنا وعملت فلوس، وبكره هعمل كذا. الماكرو حاجه ايوه والمايكرو حاجه يا تانية. عمي، ما هو تدخلش الزيت في الميه. بس كده. اصل اي حد هيحسب احنا البيزنس بتاع بده هيطلع نفسه خسران، راح قافل الباب يا عم انت اصبر انت انت واستحمل. انت ما بص، انت ربنا كرمك وماشي وهتكمل. يا عمور انت نورتنا بس خلاص كده ايه. وحفزتنا، خلاص وكانت هنمشي. حلقه جميله طب استنى والله. ما تشوف الورقه كده، يمكن في حاجه لا نسيت خلصناها والله يا والله ما عم، كلها تقلقش. خلاص. مش متشكر يا عم والله العظيم بجد. تعبناك معانا، متشكر يا جماعه والله وكانت العظيم، حلقه سوري ظريفه ان انا ونموذج طولت. يعني اه بصراحه والله واقعي وحي الله يكرمك. وبيحمل اختلافات كتيره، وحتى اختلفت انت معايا في دكانة الحاج محمد. اختلفت مع نفسي اصلا، ما تقلقش. ما عنديش بس مشكله. بيني وبينك الايام. يعني ان شاء احنا الله. هدفنا كلنا ان احنا البيزنس بتاعنا متوسطه ينتشر. عمرو عنده جمله حلوه او فكره بيقولها، عمرو عنده نصيحه بيقولها، انا وانت عمرو يعني، فاي واحد فينا بيقولها. فنتمنى الحلقه ما تكونش طولت ولا الناس لا زهقت لا ان شاء مننا، الله. ان شاء الله تعجبكم شكرا. وان شاء الله نستفيد شكرا منها، بجد. واشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. عامل باي.